سيادة المستشار معلش انا بس عاوز اقول لك لموضوع تاني. النهارده كان في تصريحات لمكليش مدرب الزمالك السابق، قال ان هو كولوبالي الزمالك فوضى ورفض الانضمام للزمالك وفضل الاهلي، فكنت عاوز اعرف مدى صحه التصريح. يعني ربنا يعفو بيه. بالعقل طبعا. طب احنا فوضنا كولوبالي عن طريق ايه؟ عن طريق الكنيف؟ انا عايز اعرف عن طريق ايه؟ هو مش كولوبالي ده ليه مدير؟ اكيد طبعا. ولا هو مكليش المدير بتاعه؟ يعني انا كلمته عن طريق السافون؟ ما انا مش فاهم. يعني هو مش عقل. طب يطلع المدير، ما يطلع المدير الفاهم بتاعه اللي هو بيسموه ايه في مدير اعماله، الوكيل بتاعه، وكيل اعماله، وكيل اعماله يقول مين عملنا طلب كولوبالي؟ يا استاذ الفاضل كولوبالي والولد التشيلي ده اللي هو الفلسطيني اتعرضوا اللي اسمه سالوم مش كده؟ ايه؟ كارلوس سالوم مش كده؟ اتعرضوا الاثنين عن طريق احمد يحيى ويحيى علي. تمام. خلاص؟ طيب انا النهارده عندي 3 افارقه، عندي 3 اجانب، اجيبه ازاي؟ يعني جاوبني. تمام. انا النهارده لو مايوكا مش ماشي خلاص يا سياده المستشار؟ مين؟ مايوكا مش ماشي خلاص، مش هيفسخ عقد. عارف اول ما اجيب كولوبالي؟ مايوكا يقول لي انا عايز 8 مليون جنيه. مايوكا عشان يفسخ عقد. لا مش 8، اسف، 16 مليون. ليه 800,000 دولار يبقوا كام؟ 800,000 دولار يعني 16 مليون جنيه. انا اديله 16 مليون، انا عبيط ولا اهبل؟ عشان اديله 16 مليون جنيه اول ما اقول لكولوبالي اتفضل، من اول ما اقول اتفضل هيده ولا مش هيده؟ طبعا صح. لا طبعا اكيد هيده. اكيد طبعا. يبقى هل معروف هو اللي بره؟ هل استنى هيبقى بره؟ هيبقى يبقى بره. شكرا. يبقى بره هو اللي هربان، هدفع له 8 في 2 ب 16. تمام. ادي رقم 1. رقم 2، هل يعقل ان انا اجيب لاعب فاضل في عقده 6 اشهر اجيبه ب 25 مليون جنيه؟ ده اكيد موضوع 6 اشهر ده يا سيادة المستشار مش 19. طبعا. نمرة 3، النهارده كان في صحف استخباريه مؤكده انه عقده ينتهي بعد 6 شهور. مايوكا لا اللاعب الاهلي كولوبالي بيقول 2019 هو الصحف الواحد ده كانوا عقده لحد 6 شهور بس. بقول لك اتحدى الاثنين على الهوا، يحيى علي واحمد يحيى، ان مين قال لهم مش عايز كولوبالي؟ شكرا. انا اللي قلت لهم، لان انا عندي مصيبه اسمها مايوكا. اول ما اجيب كولوبالي وايده يبقى مايوكا ايه بره، مظبوط؟ وياخد حقه وياخد فلوسه كامل عقده. ياخد 800,000 دولار يعني 16 مليون جنيه. مكليش ولا مكليش ده ولا مكليش ده؟ مكليش كان شكله ايه هو؟ كان شكله ايه؟ انت اللي تعاقدت معايا سيادة المستشار. انت اللي تعرفه سيادة المستشار، مش احنا. انت اللي تعرفه. يعني يوصف لي شكله كده مكليش ده عشان نسيت شكله والله من كتر ما غيرت مدربين يا احمد. في مكليش وفي ماكيتا ولا في لميتا، يعني في كتير كده واخد بالك. انما كلام واضح. لم تاني نتصل بالاخ كولوبالي. انا ما اعرفش كولوبالي دون بيلعب كويس ولا بيلعب وحش، لكن عرضوا يا احمد يحيى وعرضوا يحيى علي. تمام. ونادي الزمالك رفضه، حضرتك رفضته يا بيه؟ مش رفضته عشان انا قلت عليه وحش. انا رفضته لسببين. وسيادة المستشار بيتكلم عن الراجل الفلسطيني بس ما بيتكلمش عنه. مليون جنيه في لاعب وبعد 6 اشهر رحت مجانا. نمرة 2، انه انا ما عنديش مكان، انا عندي 3 اجانب. يا دلوقتي انا عندي 3 اجانب، اعمل ايه؟ لا يبقى لازم واحد يمشي الاول. لازم يمشي. مين اللي هو كان المفترض او سمعنا يا سيادة المستشار ان حضرتك بكره هتفسخ العقد مع مايوكا. سمعنا الكلام ده الكلام ده. مايوكا انا طبعا انت عارف انا راجل قانون، محدش يعرف يضحك عليا. الاخ ممدوح عباس اللي هو كان صاحب بليغ ابو عيد زمان، لا ده ايام ما كان ايام ما كان ممدوح عباس كان موجود كنت انت اللي صاحبي، كنت انا اللي بعمل لك حوارات على طول وانت اللي كنت بره. يا استاذ احمد كان اي لاعب يخش، اي لاعب امشي انا بسيبه تفل في وشه، امشي تفل يملى وشه الوقت فاف، يروح الوقت طالع على الاتحاد الدولي بقدم شكوى. انا عايز عقدي بالكامل. اللي بقى تلقى لي 2 مليون يورو واللي هي 3 مليون. وبعدين على ما الدوره لفت كان التاني خفي وانا جيت كل يومين 3. حتى هو عارف بليغ ابو عيد ان هاني زاده وناصر عزام قاعدين دلوقتي في سويسرا. صح ده حقيقي. 13 لاعب 13 شكوى، غير 5 في مصر 18 شكوى. فلما حصل دوت بستفيد انا. جبت الولد لما هرب ورجع بعد كام 27 يوم 28 تقريبا، قعدت قدامي وفيديو شغال بتصور، واضح انا بصوره. انت اخطأت يا ابني، انا اخطأت بالعربي وبالانجليزي. طيب انت هربت، طب انا اخطأت وسامحوني. لا ما بنسامحش، بس جدا دي مش قهوه. ان فتره اعداد واحنا عندنا ماتش كاس وسوبر انك انت تهرب في المرحله ديت.
تمام؟ فعايزين كل هدف. اللائحه عندنا بتقول انه كل يوم غياب ليه كذا. دلوقتي انت عليك عقوبه 450,000 دولار. تحب نفتح بالتراضي، فانا اجيب المدير بتاعي. اوكي، تجيبه امتى؟ لبكره. فات بكره وبعده ما جاش، خليته كلمه النهارده وخليته فتح السبيكر وانا كلمت المدير بتاعه اللي هو مدير اعماله. تمام؟ كان في قبرص وطلع على لندن. قلت له من فضلك بادب، احنا اشتكينا في الفيفا خلاص. قال خلاص خليكم في الفيفا. قلت له مفيش عندنا مشكله، بس انت اللي خسران، لان اللائحه عندي الولد عليه خصومات 450,000 دولار. تمام؟ فهو دلوقتي انت هتدفع قيمه العقد بالكامل لان هو اللي هرب واعترف انه هرب. فقال انا جاي بكره، كلنا بنسجل فيديو على فكره. ليه؟ عشان لو الاتحاد الدولي طلب مستندات هنبعت له الفيديو. اكيد. بالك شفت تف في وش الواد يلا يلا يا عمر مش عارف ايه، وفجاه 3 مليون يورو سواء يجوا اللي ليا او اللي هيجي بعدي ان شاء الله.